اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب ينول اعجابكم. تمام. هنعمل النهاردة معايا كيلو دقيق، هنعمل بيتزا. هشارككم طريقتي في عمل البيتزا، طريقة سهلة وبسيطة وانا معتمداها من زمان وحلوة جدا. معايا هنا في البولة حطيت كيلو دقيق ونزلت عليه بمعلقة خميرة، عفوا بمعلقة ملح، وهننزل برضو بمعلقة خميرة اهو. تمام. هنا عندي انا بحب انكه العجينة بتاعت البيتزا، بضيف ايه؟ عندي حبة البركة بحط، إيه، روزماري بحط، زعتر بحط، اي منكهات واعشاب عطرية انت حابة تضيفيها ضيفيها عادي مفيش مشاكل. انا ما كانش عندي غير الزعتر فحطيت زعتر، بحبه فيها جدا ويبقى طعمه حلو. انت مش عايزة تحطي، عايزة تخلي العجينة سادة عادي مفيش مشاكل، ده شيء راجع لذوقك. تمام اهو. يبقى حطيت الزعتر والخميرة والملح ومعلقة السكر بس، ومعايا معلقتين لبن بودر. انا ما عنديش طبعا فروحت جبت كيس لبن نيدو عادي وهيمشي الحال اهو. الكيس ده هحطه كله، هو حوالي معلقتين ممسوحين طبعا، مش معلقتين كبار بس. فانا هنزل بيه كله، بينكهها وبيخليها خفيفه وبيخليها حلوه خالص واضافه حلوه مش وحشه، بس انتي برضو مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش عادي. يبقى تاني كيلو دقيق، معلقه زعتر، معلقه خميره، معلقه صغيره ملح، معلقه سكر، معلقتين لبن بودر. تمام. وهتقلب المكونات الجافة كلها مع بعضيها. وفي الوقت ده أنا معايا كوباية زبادي وأربع معالق زيت، برضو بحب أحط زيت في العجينة بيخليها هشة وخفيفة أهو. أربع معالق زيت للكيلو. تمام. وهضيف كوباية زبادي ومية دافية عشان الجو حر. تمام أهو. بس هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضيها وأضيف المية زي ما انتوا شايفين كده معايا، واحدة واحدة وعلى مهلينا. كيلو دقيق، معلقة زعتر، معلقة خميرة، معلقة ملح، معلقة سكر، كوباية زبادي، 2 معلقة لبن بودر، 4 معالق زيت. دي عجينة البيتزا بتاعتي. تمام. العجينة مش بتكمل أي حاجة وبتطلع ما شاء الله، طول ما الخميرة كويسة معاكي وناجحة العجينة مش بتكمل أي حاجة وبتطلع، وخاصة إحنا في الصيف وفي الشتاء برضو عجينة ال10 دقايق مش بتكمل أي حاجة. بس هتقلب المكونات دي كلها في بعضيها بالمعلقة لحد ما تبدأ تتجانس، بعد كده تنزل بإيديكي. عندك عجان اشتغلي بيه، بس أنا ما عنديش عجان فهشتغل بإيديا. هنا المية بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين مش سخنة، فاترة يا دوب اهو. اقلب المكونات واحدة واحدة على اساس كل حاجة تدخل في بعضيها. اعمل عجينة حلوة ما تكونش طرية قوي ولا تكون ناشفة قوي، زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. لبست الجلافز بتاعي وهبدأ بقى اشكل كويس في العجينة واعجنها كويس. هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا بقت العجينة بتاعتي كانت لمت، مرضتش اطول عليكم وطلعت من ايديا بوريكم اهو. الايد اللي فيها الجلافز مش لازق فيها حاجه، ومسكت بالايد اللي ما فيهاش الجلافز وريتكم برضو. تمام. هنا بقى كنت خلصت العجينه، هعمل ايه؟ هدهنها زيت بالفرشه بتاعتك، وتروحي جايه نقطه زيت او معلقه زيت على وش العجينه وتروحي دهناها. تمام وزي الفل لحد كده. بس كده خلصنا العجينه وعجناها، ما خدتش معانا 5 دقايق. هركن الفرشة بتاعتي على جنب. وهنا بقت الكيس ده حلو جدا جدا. الكيس ده فيه أكياس اللي هي زي الغطيان، تمام، بتغطي وش الطبق وش حلة، تحفظ الأكل تدخليه في التلاجة ما يلقطش الأكل. الكيس ده كله فيه 100 كيس ب10 جنيه. شفتوا رخيص ازاي؟ رخيص جدا، لكن فوائده حلوة جدا جدا جدا، وقيمته بالنسبة لي غالية جدا جدا. ازاي؟ انتي بولة زي كده ملهاش غطا هتلبسيها كيس، طبق فايض فيه وجبة بتاعت ابنك هتدخليها في كيس في التلاجة، علبة بنات تحفظها في الفريزر ما عندكيش غطا ليه هتروحي مغطياها. ده حلو جدا جدا جدا. هنا كنت غطيت به البيتزا وجبت فوطة المطبخ ورميتها عليها للاحتياط. وديكوا شوفوا لي بقت العجينة، شايفين؟ ملزجتش في الكيس، ده بفضل معلقة الزيت. عجينة هشة وقطنية وخفيفة وملهاش حل.
اهي، لا اكتر ولا اقل، سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. هنا بقى وقت تقطيع الخضار، كلكم عارفين وشطار. عندي طماطم وفلفل وبصل وزيتون. انا على فكرة بحب احط لها فلفل بتاع ده، عفوا، بصل جدا. تمام، بس عشان البصل ما يكونش ليه ريحة، فباخد البصل في معلقة زيت واروح مشوحاه نص تشويحة اقل كمان. هما تشويحتين. الطاسة دي هعمل فيها الفراخ وهعمل فيها الصلصة واحمر فيها البصل. انا قطعت الخضار بتاع حلقات، عبارة عن بصل وطماطم وفلفل، والدواير بتاعت الطماطم انا فضيت البذور بتاعتها. هنا عملت البصل وفضيته في نفس ذات الطاسة، هنزل بمعلقة زيت وتتجرح كويس، وهنزل بالفراخ. هنا كنت بوريكم اهو، وريتكم منظر الخضار لما تتبل. انا ما تبلتش معايا اي حاجة غير البصل فقط لا غير. هنا هنزل بالفراخ مغسولة بملح وبليمون ومتصفية وزي الفل، واديكوا شايفين الطبق نظيف وزي الفل. هنا بقت ايه الأطعم حاجة رجعالك. فراخ حطي، تونة في محلول ملح حطي، إيه سجق حطي، بيف حطي، إيه شاورما، إيه الفاهيتا، إيه الطعم اللي بتحبيه في البيتزا حطيه. تمام، جبن بس وخضار، تمام مفيش مشاكل. هنا على الشاورما بتاعتي اللحم الفراخ هنزل بنص معلقة كاري، حاجة بسيطة، وفلفل اسود وملح ومعلقة جنزبيل. بس مش هنزل بأكتر من دول. اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا، معلقة صغيرة صغيرة صغيرة. اقلب بقى الكلام الحلو ده مع بعضيه، وخلاص على كده. هما تشويحتين تلاتة. الفراخ طبعا متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، مش هتاخد وقت معايا خالص. وانزل فيهم بالفلفل الاسود بتاعي والملح. هنا كانوا تشوحوا معايا ونزلت بالفلفل والملح. هنا مكانهم بقى بعد ما فضيت هرفع الطماطم، طماطم معصورة في الخلاط مع واحد فلفل حامي، وهصفيها وشكرا. يبقى حمرت البصلة، شلت البصلة، نزلت بمعلقة زيت، نزلت بالفراخ، تبلت الفراخ، استوت، شلت الفراخ، نزلت بالطماطم. هنا تبلت الطماطم، حطيت لها ايه، معلقة ملح، معلقة جنزبيل، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، لا اكتر ولا اقل. بس كده. في ناس بتضيف توم في الطماطم وهي بتتضرب في الخلاط. المنكهات دي حاجة راجعة للذوق. هنا بقى تركاية عسل. هنعمل ايه، انا ما بدهنش الصينيه بتاعت البيتزا اي حاجه، هي يا رشه دقيق يا رشه دقيق بسبوسه، اللي هم السمولينا. اللي في الدول العربيه عارفينه سمولينا، لكن احنا هنا عارفينه دقيق بسبوسه. فانا ديني بقول انا مش بضيف غير رشه دقيق فقط لا غير. يا لهوي يا مؤيد مش بتتحرج، شوفوا معايا تابع للاخر وشوفوا معايا دلوقتي النتيجه هتبقى ايه. هنا شايفين بقى، شوفوا لي قوام العجينه، شوفوا لي مش لازقه في ايديا، حلوة جدا جدا وخفيفة وقطنية وملهاش حل، تحفة. هنا بقى هكور العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين على قد الصينية. انا كيلو الدقيق عمل معايا 4 بيتزا وسط و6 ميني، هتشوفوهم معايا دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله موفر جدا. حوالي ربع كيلو فراخ، كان عندي حتة لحمة، هتشوفوا معايا دلوقتي، مش هحرج الفيديو في أوله، هتشوفوا معايا أنا هعمل إيه. هنا كنت كورت العجين كورة حلوة متوسطة على قد الصينية المتوسطة. سمك البيتزا راجعلك، بس أنا ما بحبهاش تكون مليانة ولا العجين بتاعها كتير، على أساس يبقى في فرق بينها وبين الجرس. الجرس بتبقى معروفة لها قلب وسمكها كبير، لكن البيتزا سمكها بيبقى خفيف. هنا طبعا قطعت العجينة أسيبها ترتاح شوية، وأنزل بالنشابة وأشكلها، أرجها. بس بعد كده رحت رافعاها في الصينية اللي انا رشاها رشة دقيق. وساوي بقى عندك زيادات زي اللي عندي دهيت خدي. انتوا فين يا بنات، ما تنسوش اللايك، اوعى تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، فضلا وليس امرا يا حبايبي. هنا طبعا كنت فردتها بالشوكة وهخرمها. تمام، واحدة واحدة. الحمد لله.
شربت مية. هنا رجيت صينيتين قدامكم وهدهنهم بقى بالصلصة. الصلصة ما ينفعش تكون كتيرة على أساس ما تخليش البيتزا معجنة، لا اللي هي لون وتطعيمة بس. ودايما زي ما احنا عارفين اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده، فاحنا مش عايزين حاجة تتقلب ضد حاجة، لا احنا عايزين الدنيا معانا تمام والأكل بتاعنا يبقى مظبوط. احنا بنوفر على نفسنا ميزانية، أولادنا بيحبوا الحاجات دي، نعملها في البيت أنظف وأحسن وأرخص. كيلو الدقيق عملنا منه 4 بيتزات. شوفي انت البيتزا الوسط بتجيبيها بكام، واحسبي مكوناتك دهيت مش هتحصل اصلا تمن بيتزايتين واقل والله. اهو هنا الصلصة حطيتها في الصينيتين، هبدأ بقى ارص الخضار بالطريقة اللي تحبيها. ادي الخضار معايا بصل وطماطم وفلفل، وكان عندي زيتون، وعندي الفراخ، وعندي الموتزاريلا، بس اللي ما كانتش موتزاريلا كانت ميكس. تمام اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، لا اكتر ولا اقل، بالطريقة اللي تحبي تشكلي بيها وشكلي بيها. تمام، حطي شرايح طماطم، حطي بصل، حطي اللي تحبيه. تمام اهو واحدة واحدة. وممكن هنا على فكرة الخضار تقطعوه مكعبات، مش شرط دواير، تقطعوه مكعبات برضو زي ما تحبوا اعملوا وتعاملوا. الشكل ده حاجة رجعلك انت. هنا كنت حطيت كل الخضار بتاعي، هبدأ بقى احط الفراخ. هنا كان عندي حبة لحمة مفرومة، تمام، كانوا في الفريزر، هحطهم في الميكرويف ثواني يفكوا من التلج وهنشغلهم. هنا كانوا فكوا من التلج، وكانت عندي بقية العجينة هعملها ميني بيتزا. فخدت العجينة عملتها كور صغيرة قد البرتقانة وأقل، وهنزل عليهم بإيديا اللي هم أوسعهم شوية، وبعد كده بأي جعر كوباية وأروح أدوس كده بحيث أعمل تجويف في الميني بيتزا تتحشى فيه، بحيث إن هي ما توجعش من الأطفال. بس كده الحركة دي حلوة بتبقى جميلة وبتدي شكل حلو في الآخر زي ما انتوا شايفين كده. وكيلو دقيق عملنا بيه سفرة مليانة أشكال من البيتزا، وطعم نظيف وجودة ممتازة واحنا ضامنينها، وكل حاجة مضمونة، بس ولا أكتر ولا أقل. اهو سهل وبسيط. ادهنهم صلصة، وبعد كده عليهم بقيت احط الفراخ، الفلفل، الطماطم، الزيتون، البصل، زي ما احب احط عادي. المنكهات دي رجعالي. هنا بقى هعمل معاكم بيتزاية حشو الاطراف ازاي. جبت العجينة وفردتها زي ما انتوا شايفين على الرخامة، وهنزل بيها في الصينية. تمام، وهخلي الاطراف خارج الصينية. هاجي داير ما يدور احط اللحمة بتاعتي وجبنة، احشي لحمة وجبنة. بس للأسف الجبنة كانت ميكس فمش هتمط معايا هنا خالص. فزي ما انتوا شايفين كده هحشي الأطراف فقط لا غير، وأجيب باقي العجينة عليها فيها أهو. طرف العجينة أروح ماسكاه كده ولماه. لما بتكون الجبنة موتزاريلا الطعم بيبقى تحفة والطعم حلو، دي برضو طعمها بيبقى خطير، بس اللي هي المطة بنتي دي بتساعدني. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو كنت وصلت لحد هنا يا حبايبي. اهو اولادنا يقفوا معانا يساعدونا، وخاصة ان احنا داخلين على اجازة بعد الامتحانات، نعودهم كده الاعتماد على النفس مش وحش. اهو هنا حشو الاطراف بيبقى تحفة وبيبقى جميل. هلفها زي ما انتوا شايفين كده داير ما يدور، واجفل، وبعد كده هدهنها بالصلصة كلها واحشيها واعملها معاملة اي بيتزاية تاني. ممكن تحشي الاطراف فراخ، سجق، حركات تاني ان شاء الله هنبقى نعملها معاكم. ممكن تحشيها جبن بس عادي مفيش مشاكل، بس الحركة دي بتبقى حلوة بتبقى جميلة. تمام، والعجينة لما قطنية وهشة فمستحملة معايا أي حاجة، فأمال أشكل فيها براحتي مش جايلالي لأ، لا بتتقطع مني ولا ملزقة في إيديا، مش معجزاني، لما حلوة معايا فمخليني واخدة راحتي في التشكيل. شايفين؟ هنا هدهنها وبعد كده هبدأ أشكلها وأعملها معاملة أي بيتزا. وهنا كنا خلصنا البيتزا بتاعتنا ودخلناها الفرن. يا بنات من باب العلم بالشيء، انا الموتزاريلا مش بحطها من الاول، انا الموتزاريلا برص الخضار واروح مدخلها الفرن، خلاص استوت البيتزا بروح رشه الموتزاريلا، وبعد كده بروح مدخلها الفرن ما تكملش
حاجة وأروح تطلع ليه. تاخدي موتزاريلا مطة معاكي وحلو، لو انتي حابة المطة بتاعتها رصيها ندخلها الفرن، خلاص هتستوي، طلعيها اديها رشة الموتزاريلا ودخليها تاني، تاخدي مطة حلوة معاكي. ادي اهو بقيت الخضار، وادي الطماطم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تغيير، والتغيير مطلوب طبعا، مش كل يوم طبخ، مش كل يوم لحوم، من وقت للتاني نعمل. احنا عندنا هنا البلد اللي احنا عايشين فيها الطبخ 3 ايام في اسبوع. ايه هما؟ الحد والخميس وال وايه تاني، والتلات. شفتوا الجعر بتاع البيتزا عامل مش ازاي معايا؟ تحفة وحلوة خالص. هنا البيتزا كانت دخلت الفرن خلاص واستوت، والجعر احمر زي ما انتوا شايفين، وشايفين الدقيق والحلاوة والروعة بتاعته. تمام. هندخل بقى نروح واخدين الموتزاريلا دقيقتين 2 واقل في الفرن. اوعوا تنسوا اللايك. هنا بقى كنا خلصنا وطلعنا الميني بيتزا. شايفين مش لازقة ازاي ولا محروجة ازاي، ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. هو الدقيق، رشة دقيق بسيطة، كانت هتوجع مني قبة عادي عادي عادي. شايفين طرية وقطنية، وشايفين الجعر بتاعها عامل ازاي؟ تحفة جدا جدا جدا. هو ده المطلوب معايا. وعملنا أكل نضيف وأكل حلو وبيتزا جميلة. شايفين الجعر أهو، دقيق ولا أروع ولا أسهل من كده، وطلع معايا بسهولة. والأكل ما شاء الله كان حلو وكان جميل. شايفين الصواني زي الفل زي ما هي. ادي البيتزا معايا سهلة وبسيطة، من كيلو دقيق عملنا العظمة دي كلها. شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لونها حلو خالص. وهنقطع معاكم كمان هنا حتة بيتزا وهنوريكم شكلها عامل ازاي. تحفة تحفة تحفة، ولا أروع ولا أسهل من كده. شايفين هشة ازاي؟ شايفين العجينة من جوه بيضة ازاي ومفرولة تحفة. انا زي ما قلت لكم ما بحبش البيتزا تبقى عالية خالص. زي ما انتوا شايفين كده كنت خلصت. اهو ادي بيتزاية، وادي الميني 6، وادي واحدة كمان، وكانوا 2 في الفرن. سهلة وبسيطة وجميلة وطعمها حلو خالص. اهو جميلة خالص خالص خالص. وهتطلع برضو معانا دلوقتي اللي هي حشو الخارجي ده، هتشوفوها معايا برضو طالعة تحفة. صوصات بقى احط اللي انت عايزاه. انا كان عندي مايونيز طلعته. شايفين لونها جميل وشكلها شهي وحلوة خالص ما شاء الله. الصيف كله هتلاقوا معايا دايما السندوتشات بأنواعها، البيتزات، الحاجات الخفيفة دي كلها، ان الاكل مش مرغوب في الصيف. هنا كانت طلعت الحشو الأطراف، هقطعها معاكم وهتشوفوها دلوقتي، وأسيبكم تشوفوها براحتكم. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا يا حبايبي، علشان عيلتي تكبر بيكم. وإن شاء الله بإذن الله مكملين مع بعضينا في فيديوهات حلوة ووصفات حلوة تنول إعجابكم. وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.